أهلا بيكم في الحلقة الخامسة من سلسلة هخليك تتعلم وتتكلم إنجليزي في شهر. وأنا أقصد هنا هخليك تتكلم إنجليزي في شهر إنك هتتكلم، يعني هتقدر إنك تتعامل باللغة الإنجليزية، تقدر تقول اللي نفسك فيه وتتعامل بيه. مش هتبقى يعني بنسبة 100% عشان نكون واضحين. في خلال 30 حلقة بالظبط نشوف النتيجة إن شاء الله. النهاردة الحلقة الخامسة حلقة مهمة جدا 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 كمان. قبل بس ما اخش في الحلقه الخامسه، يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو اعمل لايك بسرعه، وتشير الفيديو مع اي حد مسافر، اي حد محتاج اللغه الانجليزيه، اي حد بص يعني نفسه يتكلم انجليزي، ابعت له الفيديو ده خليه يستفيد. اوكي، نبدا. الفيديو ده مهم جدا جدا. اوكي، ركز فيه قوي، اللي هيطلع منه بفايده هيفرق معاك كتير قوي. ليه؟ لان من خلال الفيديو ده هتتعلم حاجات كتير. لما تيجي تسال عن مكان، اي مكان، لو انت مسافر وبتسأل عن مكان، عايز تقول هو فين البنك، هي فين المستشفى، هو فين، اين هو. طب بتسأل على شخص، بتسأل عن المكان. لو بتسأل عن المكان هتستخدم كلمة where اهي. where، قول ورايا where 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 يعني اين. بتسأل عن المكان. بتسأل عن البنك، بما انك مش طليق قوي في اللغه فتقول مثلا where وتعمله كده where bank. هي المفروض where is the bank، بس احنا مش بنشرح جرامر دلوقتي. خليك في where وتقول اسم الحاجه اللي انت بتسأل عليها. where is the bank، where is the school، where is وتسأل علامه. where is محمد، اين محمد. where. اوكي، يبقى لو بتسأل عن مكان اي حاجه تستخدم where. اوكي طيب، لو بتسأل عن الوقت، عن امتى هتيجي، امتى رحت، متى، هتستخدم كلمة when يعني متى. الماتش امتى، when. هتروح امتى، when يعني بتسأل عن الوقت، عن الزمن. اوكي، يبقى where when. طب لو بتسأل عن السبب، عايز تقول لواحد انت ما جيتش امبارح ليه. كلمة ليه ديت اسمها why. قول ورايا why. يبقى where when why. طب لو بتسأل عن شخص، مين ده، مين دي، مين اللي فتح الباب، من هذا، هتكتب كلمة who يعني من. بتسأل عن شخص، أي شخص تقول هو، شاور عليه وقول هو يعني من. آخر واحدة خدناها المرة اللي فاتت اللي هي what، ودي أهمهم. what يعني ما أو ماذا. إيه ده خدناها المرة اللي فاتت. what is this خدناها. أوكي، يبقى نقول من تاني where when why who what. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش اللايك والشير. I'll see you in the next video. السلام عليكم.